هذه الصور الجميلة اللي كانت بين أنصار اتحاد عنابة وأنصار شباب قسنطينة أثناء المباراة. لم نفهم شيئا. البداية كانت بتقريبا حرق كل الملعب أو حرق جزء من لابيست، وكانت فيه خسائر كبيرة. أعطينا الصور بعد تسجيل شباب قسنطينة للهدف الأول. تقريبا كل الملعب أحرق. تشعل لي في ميجان انا مانيش فاهم انا كيفاش راهم يدخلوا هاد لي في ميجان. دوك نروحوا دروا وبيت. هادو اللي في ميجان اللي دايرين فتنه كبيره كيفاش راهم يدخلوا للملاعب. دوك هنا الدوله الجزائريه عليها ان تتدخل، لانه الاف الالعاب الناريه تدخل المدرجات. هذه من المستحيلات السبع لو تكون فيه مراقبه ومراقبه حقيقيه. الملعب كله تقريبا اصبح هنا، وهذه الامور ربما اغضبت انصار اتحاد عنابه. قال لك لماذا احنا استقبلناهم استقبال جيد، علاش يجوا يحرقوا لنا اسطاد؟ ولات فتنه واحده اخرى، ولات حكايه اخرى. الملعب شاهدوا الصور، يعني خسائر كبيره. والي ولايه عنابه في اليوم الموالي تنقل، راح نشوفوا بعد ذلك الصور، الى ملعب عنابه وتفاجأ بحجم الخسائر، خاصه انه هذا الملعب الارضيه تاع الملعب هجين ابريد فيه طارطون وفيه عشب طبيعي، وبالتالي كي تحرقوا راهو مشكل كبير تاع اصلاح الارضيه تاع الميدان. احد الملاعب التحفه ملعب عنابه، ما نظنش انه من حق الانصار انهم يرميوا بهذه الطريقه. ومن بعد نشوفوا انصار عنابه في المباراه شعلوا لي في ميجان، لكن ما رماوش للتيران، ما رماوش الطارطون، كيفاش يقولوا لابيست تاع الاتليتيزم، الميدمار تاع نعم. وكان دوكا في هذوك يرمي تير وكان يقيسوك شي واحد للوجه. يقدر يصراو مشاكل، صح. لا اصلا علاش انت سجلت الهدف، وهذه ماهيش المره الاولى. انصار شباب قسنطينه في مقرا نفس الشيء، بعد تسجيلهم الهدف شعلوا لي في ميجان. في سطيف ايضا صارت هذا الاشكال تاع شعلوا لي في ميجان بهذه الطريقه. يعني يجب التعقل نوعا ما كاش واحد رشيد يعقل الانصار. حتى هذو لي زيلطرا قال يا جماعه ما ترموش لي في ميجان، ديجا نورمالمون ما يدخلوش لي في ميجان، لا يدخلهم هذو. ما نعرف كيفاش كاينه لا كومبليسيتي. هذه الاولى راكم ديروا فتنه بين ابناء الشعب الواحد ليحدث ما لم يكن في الحسبان. شفنا الصور الجميله، شوفوا الصور الان التي حدثت بعد اللقاء. تكسير كل سيارات فريق شباب قسنطينه، انصار شباب قسنطينه. علاش يا صاحبي؟ هايا دوكا ها وين وصلنا. بدات بالفطور بالبريك، كملناها بزجاج مكسر. علاش؟ كل سيارات نيميرو 25 كلها قاموا بتكسيرها بعض اشباه الانصار. انا والله ما نسميهم انصار تاع اتحاد عنابه، لانه انصار اتحاد عنابه اكبر بكثير من انهم يقوموا بمثل هذه الافعال الهمجيه. هذه افعال لا تمت بصله لاي مناصر جزائري يقوم بهذه الافعال. 25 كل سياره فيها 25. خرجوا لي سيبورتور، كانت الاجواء هائله. خرجوا لي سيبورتور لقاو كامل اللي فيهم نيميرو 25 ترقيم رقم 25 كلهم مكسرين، وكاين اللي خداو لهم لوازمهم من داخل. علاش هذه الفتنه هذه في هذا الشهر الكريم؟ يعني بدات بطريقه جيده، وصلنا الى انه كل السيارات تقريبا مئات السيارات تم تكسيرهم بهذه الطريقه. وفي حتى فيديوهات كاين اللي ما حبيتش نوريهم لانهم يظهر وجوه بعض الاشخاص اللي كانوا يكسروا في كل السيارات. علاش هذا الامر؟ يعني في ليله في سهره رمضانيه لا الخساره تبرر ولا تكسير هذا مبرر. اعطيني الفيديو الذي يظهر صور السيارات وهي مكسره. يعني بعد ما خرجوا الانصار والتحقوا بعين المكان شاهدوا وجدوا كل السيارات تاعهم مكسره بطريقه يعني رانا انا ابناء شعب واحد يا صاحبي، رانا جزائر، كلنا جزائريين، كلنا ابناء هذا الوطن. انت دوك هذا اللي راح هذا بالك يزيد يروح يصلي العشاء ويصلي التراويح، اسكو عندك لا كونسيونس ترونكيل كسر السيد السياره تاعو بطريقه هذه؟ هل طبيعي انك تكسر سيارات تاع الناس هكذا جاوا باش يشوفوا مباراه في كره القدم؟ في الامسيه كان فيه صور رائعه. عادل معيزه الذي استقبل وتم تكريمه من طرف انصار شباب قسنطينه، لانه لعب في عنابه ولعب ايضا في قسنطينه. ما فهمتش انا وين رانا رايحين بها. اعطيني صور السيد والي ولايه عنابه الذي تنقل في اليوم الموالي ووجد الملعب في حاله كارثيه، خاصه بعد الحرائق التي نشبت. جاء لمعاينه الاضرار تقريبا 1000 كرسي تم تكسيره، اضافه الى
تخريب مضمار الألعاب القوى وتخريب أماكن الجهة اليمنى تاع المنصة الشرفية من الملعب. هذا الملعب راه يجي، راه شكون راه يجي ليه؟ يجي ليه المناصر البسيط من أجل مشاهدة مباراة في كرة القدم. والله لا أجد الكلمات التي أعبر بها عن هذه البطاقة الحمراء وعن الذي حدث محمد قاسي سعيد. نتكلم لك على هذه الصورة على الملعب رضوان، الانصار تاع واش اللي حدث باش تقلبت الامور؟ وتاريخيا ما كاش مشكل بين عنابه انت لعبت في عنابه، لعبت في فريق عنابه. شوف تاريخيا ما كاش مشكل بين عنابه وقسنطينه، ربما المشكل يعني الكلاسيكو بين قلمه وعنابه اوكي، ولكن ما نلحقوش لهذه الدرجه هذه. يعني المشكل يكون داخل الميدان بين اللاعبين، مقابلات قويه، ولكن ما كاش هذا الشيء هذايا. هذو ناس ما يدير بالعاني باش دير فيه. شوف هنا حرقوا كاع الصاد، يعني الانصار تاع شباب قسنطينه رماو لي في ميجان، من بعد تعاقبهم تقول لي نخلص الغرامه وعادي وخلاص ما كاش الويكلون. لا ما تكلمنيش الا على الحرق، تكلمني على تكسير ايضا للسياره. ايه انا جايك، انا جايك تعاقب تاع تكسير السياره. انا جايك سير دول، ما تقلقش، انا جايك هنايا. ما تقوليش هنايا غرامات تخلصها ونسمح لك، خبطك انا بما ويكل وردوان. اللي ما حركت عنابه غدوه تحرك سان جوي، ما تحرك الملعب تاعك تاع قسنطينه وتخلص غير في لي زامونت، باسكو عندك شركه تقعد تخلص في لي زامونت، وزيد السيارات تاع المناصرين تاع قسنطينه. ماشي يحق عليكم واش درتوا لهم لي سيبورتور تاع عنابه، خاطر اللي ما كنت درتوا فتنه. ونسمع نتذكر انا مراش راه مشكل بين زوج فرق في الشرق وين كسروا لهم السيارات تاعهم، ولات هذيك المدينه هذيك ما تقدرش تجوز، لان تجوز شوف الماتريكول ديالك يكسروه لك. اليوم غدوه جوز طوموبيل 20 على قسنطينه يكسروها لك. لماذا العدوان هذه يا رضوان؟ لماذا؟ ولكن كان دور التواصل الاجتماعي لو داير حاله او يدير فتنه كبيره بين الجزائريين. امين. لا صور مؤسفه، اسمح لي والله العلي العظيم، رانا في شهر رمضان بهذه الصور بهذا الكومبورتمون هدايا. سمحوا لي، الجزائر راهي رايحه للهويه، قولوها دونك ما تطبقش القانون. شوفها نبداوها داخل الميدان، ملعب تحفه. شفنا قبل اللقاء الملعب ممتلئ على اخره، ستاد ارشي كومبل، نقولها بكم فرحنا امام الناسيونال دو عنابه، عندهم السيبورتر. نتكلموا على عنابه من بعد لي سيبورتر. ترمين تالي في ميجان الستاد، حضرنا ديجا كاين قبل الحصه حضرنا. واش قلت لك رضوان؟ انا اسمح لي انا نوجه نداء، شكون اللي حاكم الكره في الجزائر؟ وزاره الشباب والرياضه والاتحاديه الجزائريه. الاتحاديه الجزائريه. لا في الملاعب سي وزاره الشباب والرياضه. لا لي ماتش على لي ماتش كره القدم الاتحاديه. الاتحاديه صح. وليد صادي، انت جيت بريزيدون جديد، دوك انت ولا تحب الجزائر وتحب الكره الجزائر تتطور، نقدروا نشوفوا ماتش ونقدروا نروحوا واحد يدي بلاسي يروح بلا خوف، تروح تشوف ماتش بلا خوف، تخاف مع باليش يبليسيوك، تخاف يضربوك، تخاف تموت، تخاف شكون هذا ريسك. دوكا ولينا دوك ولا وليد صادي روح حاب يسقم فوتبول في الجزائر، لازم يطبق القانون. انا هذه تاع اخي قلت لك هذيك نهار انا 15 ماتش اويكلو في بلادك ما زيش تدخل للستاد، والله العظيم غير نعذبك. انا شوف انا نهضر ديراكت، تحب اكرهني ما تكرهني ربي يسهل عليك، دونك ما تطبقش القانون. دوك علاش درتوا قوانين ولا ما تطبقش القانون؟ تريح الحاله هكذا هايمه، كل واحد يديروا شي حاجه هامله. هذه اللي نحكيك في الملعب وخارج الملعب. انا شفت لي فيديو ناس عنابه، رحنا لعنابه رضوان ولعبنا في عنابه وعندنا اصحابنا في عنابه، ناس كرامه، ناس ملاح، ناس ما يحقروش، ماشي حقارين. انا شفت لي فيديو قاعد دراري صغار